السلام عليكم. رمضان خلاص قرب يخلص ومفرهدين بقى مش عايزين نقف في المطبخ كتير. هنعمل النهارده اكله سريعه كده ولذيذه جدا جدا، مش هتاخد مننا وقفه كتير في المطبخ، وكمان طعمها حلو قوي. تتبيله كده تحفه قوي، بتخلي الفراخ جوسي جدا وطعمه وطريه وكمان مستويه قوي قوي. شايفين كمان بتطلع صوص كمان حلو جدا يتاكل مع الرز كده، بيبقى خطير خطير بجد. بصوا الفراخ بتاعتنا دايبه خالص، واخده كمان طبقه كريسبي كده من بره ومديها شكل وطعم لذيذ قوي. التتبيله بقى مش قادره اقول لكم حلوه ازاي، بجد بتخلي الفراخ طعمها ما حصلتش، ريحه وطعم تحفه بجد. ان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بصوا كمان الفراخ المشويه هنعملها زي بتاعه بره بالظبط، واحلى واحلى كمان. بصوا واخده لون كده احمر جميل قوي، بنفس التتبيله بالظبط هنعملها وهتبقى طعمها فعلا تحفة. معلقه كبيره من الثوم البودر، الكمون، البصل البودر، معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من الجنزبيل، ومعلقتين كبار من البابريكا. هزود كمان معايا الخلطه بتاعه الفراخ في الفرن او الشيش طاووق. انا ما كانش عندي بصراحه خلطه الفراخ في الفرن بتاعه طباخ في العلبه، فاستخدمت الشيش طاووق. الاتنين حلوين وبيدوا تقريبا نفس النتيجه، لان الاتنين معمولين للمشويات. هحطهم بقى على بصله مفرومه وهبدا اقلبهم كويس جدا جدا. وفي الاخر هدعك بقى البصلة بتاعتي كويس قوي تنزل ميتها كده وتشرب من التوابل دي كلها بالمنظر ده كده. ازود معايا معلقتين من الصلصة، دي برضو بتخليها لونها احمر كده وحلوة قوي، وبتديها برضو سنة مزازة لذيذة قوي. كمان معايا معلقة كبيرة من دبس الرمان، كوباية زبادي. نقلب بقى كله كده مع بعض، كله يمتزج كده مع بعض وياخد من التوابل وياخد من البصل ومية البصل. وبعدين هنزل معلقة من الملح، معلقة كبيرة من العسل الأبيض، بتفرق جدا جدا في الطعم واللون كمان، بتخليه حلو قوي. معلقتين كده كبار من الخل وعصرة ليمونة، وبس كده خلصنا خلاص تتبيلتنا. نقلبها بقى كويس جدا جدا. انا عايزه كل المكونات دي تمتزج مع بعضها قبل ما انزل الخضار بتاعي. نسيت معايا كمان ربع كوبايه من زيت الزيتون او الزيت العادي لو مفيش زيت زيتون. وهنزل بقى بالخضار بتاعي، طماطميه كبيره وفلفلايه رومي، وممكن تحطوا فلفلايه حاميه لو بتحبوها سبايسي. هضرب بقى كل ده كده بالهاند بلندر او في الكبه اللي يريحكم حسب المتاح. نقلبهم كويس جدا مع بعض. حبيت لونها يكون احمر شوية كمان، فزودت لها معلقة من الصلصة، قلبتها فيه كويس. كمان فص توم. وده اخر حاجة معانا كده. التتبيلة خلاص جاهزة معانا علشان نتبل بيها الفراخ. معايا هنا 5 وراك غسلتهم كويس قوي بالملح والليمون. بعدين هنزل بقى عليهم بالتتبيلة الخطيرة بتاعتنا. بجد احلى تتبيله جربتها. انا جربت حاجات كتير قبل كده، بس دي بجد احلى تتبيله انا عملتها. الزبادي بيخلي الفراخ كده طريه وجوسي قوي، كمان الليمون مع الدبس الرمان بيخلي فيه مزازه كده، مع التسكيره من العسل الابيض. يعني هو كله ميكس كده خطير، بيخلي الطعم مظبوط قوي ومش ناقصه اي حاجه. هسيبها بقى في التتبيله بتاعتها اقل حاجه 3 ساعات، وعن نفسي بحب ان انا ابيتها ليله علشان تشرب كده من التتبيله وتدي طعم حلو قوي. وعشان نسويها هندهنها بمعلقة صلصة ومعلقة من الفلفل الاسود، حبة زيت او سمنة، وكمان معلقة صغيرة من العسل الابيض. معلش انا نسيت الحتة دي اصورها، بس ده لازم نعمله قبل ما نبدأ نسويها. وبغطيها بقى في الفويل وادخلها في الفرن، لازم يكون سخن مولع. احطها على درجة حرارة 220 تحت لحد ما تستوي، تقريبا بتاخد ساعة او ساعة وربع كده. وبعدين هقوم شايلة الفويل وحطها تحت الشواية 10 دقايق تاخد لون، وبس كده. هنبدأ بقى نعمل الفرخة التانية المشوية بتاعتنا. دي طريقة تانية خالص. انا عندي الفرخة قسمتها كده بالنص من عند الصدر، وبعدين شلت الجزء بتاع الرقبة ده، ممكن تسيبوه براحتكم. وبعدين فتحتها بالمنظر ده كده. هحطها بقى في صينية وابدأ اتبلها بنفس التتبيلة بتاعتنا، ونتأكد ان اللي هي واخدة من التتبيلة كويس قوي، يعني متغطية كويس جدا من تحت ومن فوق علشان تشرب من التتبيلة بتاعتنا كلها. في جزء كده في الفراخ لازم نشيله، الجزء ده بيكون فيه هرمونات، انا نسيت اشيله وانا بعمل الفرخة، فهنشيله كده بسرعة. وبعدين نرجع نتبل الفراخ بتاعتنا من تحت بقى ومن فوق ومن الجوانب ومن جوه الصدر كده، يعني نخدمها كويس قوي في التتبيلة. بعدين هجيب صينية احط فيها كوباية مية واحط عليها شبكة بقى بتاعت الميكروويف او اي شبكة عندكم، مفيش اي مشاكل خالص. هنحط الفراخ على الشبكة ونغطيها كويس بالفويل، وهنسيبها في الفرن. الفرن لازم يكون سخن مولع، يعني على اعلى درجة حرارة. وهنحطها تحت خالص
تقريبا ساعة او ساعة ونص. بعدين هنشيل الفويل ونحطها فوق بقى تحت الشواية ربع ساعة كده تاخد لون وبس كده. تعالوا بقى نشوف الفراخ الاولانية بتاعتنا. شايفين ما شاء الله ماخده لون حلو جدا جدا، مستوية قوي. تعالوا كده نشوف اللحمة بتاعتنا مستوية ازاي. بصوا الفراخ دايبة خالص خالص، هي مش مستحملة اصلا، دايبة خالص خالص. كمان الصوص بتاعها خطير جدا، حلو قوي مع المكرونات او الرز، بجد بيبقى طعمه حلو قوي. كده انا خلاص اطمنت ان هي استوت. احطها بقى تحت الشواية كده 10 دقايق تاخد لون بس وتعمل طبقة كريسبي كده. بصوا اللحمة خلاص فصلت عن العظم، ده اكبر دليل على ان هي استوت. شايفين الصوص بتاعها بجد كان رهيب، تقيل وحلو قوي. الفراخ كمان كانت واخده طبق كريسبي كده من بره، وكمان اللحمه بتاعتها دايبه خالص خالص. شايفين طريه ازاي؟ تحفه تحفه، لازم تجربوها بجد. ومش قادره اقول لكم بقى ريحتها كانت فظيعه ازاي، بجد كانت قلب الدنيا. بصوا اللحمه ما شاء الله دايبه خالص فيها ازاي. تعالوا نبص كده، بص على الفرخه بتاعتنا المشويه ونشوف بقى بعد ما حطيناها على الشبكه حصل فيها ايه. شايفين الفراخ طرية خالص ازاي؟ المية اللي حطيناها في الصينية دي بتخليها طرية خالص خالص، ودايبة كده احلى كمان من بتاعة بره، مش هتنشف معانا خالص. وقبل ما احطها تحت الشواية خدت كده من الصوص بتاعها اللي في الصينية ده ودهنتها بيه، ونحطتها بقى تحت الشواية خدت اللون الجميل قوي ده. شايفين لونها بجد حلوة وطرية في نفس الوقت، حاجة كده وهم. ما خدتش مجهود خالص، هو يدوب تبلنا الفراخ ودخلناها تحت الفرن وشكرا، ما خدتش اي وقت. اتمنى تجربوها وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو لو عجبكم، والسلام عليكم.